السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وبكل سنة بطموح جديد بشكل مختلف، وبإذن الله كل واحد فيكم يحقق كل اللي نفسه فيه. بعد يا شباب ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المحاضرة التأسيسية الأولى للجبر، وعرفنا فيها كل ما يخص إن إحنا محتاجينه وهنشتغل عليه جوه المنهج. تعالى النهارده هكلمك عن المحاضرة رقم 2، وهي المحاضرة التأسيسية للهندسة، اللي هنعرف فيها كل نقط الهندسة من أصغر نقطة لأكبر نقطة أنت محتاجها جوه المنهج بتاعك. سمي الله وقول بسم الله، ورقة وقلم ويلا مع بعض. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الصعب إن شئت سهل. بص يا صديقي، اول نقطه هنتكلم عليها، طبعا انا هكلمك في الهندسه كده عشان نبقى بالبلد كده، انا هكلمك من الصفر خالص. هعتبر معاك انك عمرك ما خدت هندسه، ولا في اولى اعدادي ولا في ثانيه اعدادي، فهشتغل معاك كل نقطه من الاول خالص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنتكلم عن ايه يا صديقي؟ هنتكلم عن انواع الزوايا. كلنا درسنا مع بعض الزاويه، والزاويه هي عباره عن ايه؟ اتحاد شعاعين ليهم نفس نقطه البدايه. يبقى تاني مع بعض، الزاوية عبارة عن ايه؟ هي اتحاد شعاعين ليهم نفس نقطة البداية. جميل. يبقى خلاص انا كده عارف ان الزاوية هي عبارة عن اتحاد شعاعين بيكون ليهم نفس نقطة البداية اهي. ده بيكون الزاوية. فالزاوية ديت بيكون ليها انواع. ليها كم نوع؟ قال لي ليها 6 انواع. النوع الاول هي زاوية صفرية. برافو عليك، ومن اسمها بيكون بيساوي صفر. النوع الثاني من الزوايا اللي هي هتبقى زاوية حادة، اللي بتكون أكبر من الصفر وأقل من 90. النوع الثالث من الزوايا اللي هي هتكون زاوية قائمة، ودي بتساوي 90 بالظبط. النوع الرابع من الزوايا اللي هي هتكون زاوية منفرجة. والنوع الخامس من الزوايا اللي هي هتكون زاوية، برافو عليك، مستقيمة، وبنستخدمها في مسائل كتير قوي قوي، خلي بالك. والنوع الأخير اللي هو بيكون زاوية منعكسة، وبتيجي عليها سؤال بسيط جدا في الاختبار. يبقى أنا كده صديق الصدوق عرفنا أنواع الزوايا. هي زاوية صفرية، هي زاوية حادة، هي زاوية قائمة، هي زاوية منفرجة، هي زاوية مستقيمة، هي زاوية منعكسة. طيب نسمع تاني. الزاوية الصفرية قلنا بتساوي كام؟ قلنا بتساوي صفر من غير ما افكر. اول ما اقول لك الصفر دي يبقى هي نوع الزاوية الصفرية على طول من غير لما احسب اي حاجة. طب الزاوية الحادة؟ قال لي الزاوية الحادة دي هتكون اكبر من الصفر واقل من 90. يعني الارقام اللي ما بين الصفر و90 هنقول عليهم زاويه حاده، يعني 10 حاده، 50 حده، 60 حده، 70 حده، 89 و59 درجه حد. وصل لك؟ كل الارقام الاصغر اللي ما بين الصفر هنا، اول لما تيجي 90 بالظبط بنعرف انها زاويه قايمه. وساعات تتكتب كده، تتكتب 89 درجه و59 دقيقه، عشان لما تتكتب لو اتكتبت كده يا شباب هتبقى حاده. لكن هنا اول لما تبقى 89 وتلاقيه كاتب لك 60، خلاص هي كده ال 60 ديت كملت. خلاص ال 60 ده معناها درجه، يعني انت كده معاك درجه، هتروح ضايف الدرجه على 89 اصبحت 90، فبنقول عليها زاويه قايمه. الناس الحته دي خدناها في اولى اعدادي، كان بيجيب لي نوع الزاويه، لا اما يكتب لي 90، لا اما يكتب لي 89 درجه و60 دقيقه. هي برضو نفس الزاويه انها بتكون هي قايمه، لان احنا عندنا ان 1 دقيقه بتساوي 1 درجه. ركز لي في الحته دي بالله عليك. طيب المنفرجه، قال لي المنفرجه هتكون اكبر من 90 واقل من 180. حلو الكلام؟ هنا دي المنفرجة
هتكون اكبر من 90 واقل من 180. معاك بقى 91 92 93 94 100 110 120 130. كل الارقام اللي انت شايفها ديت بنقول عليها زاويه ايه؟ منفرجه. يبقى بنقول عليها زاويه منفرج. يبقى المنفرج اكبر من 90 واقل من كام؟ من 180. طب اول لما تيجي 180 يا شباب، قال لي اول لما تيجي 180 على طول بنقول عليها زاويه مستقيمه. بنقول عليها زاويه ايه؟ مستقيمه. طب كلام حلو. طب المنعكسه، قال لي المنعكسه دي هتكون اكبر من 180. يبقى دي هتكون اكبر من ال 180. حلو. واقل من ال 360. وبرضه خلي بالك دي بتتكتب 179 درجه و60 دقيقه، برضه نفس الفكره. يبقى احنا كده معانا كام نوع للزاويه؟ قال لي معايا 6 انواع. تاني معايا كام نوع للزاويه؟ معايا 6 انواع. مش سامع كام نوع للزاويه؟ 6 انواع. اسمعك يلا تاني. ها، صفريه حاده، قائمه منفرجه، مستقيمه، منعكسه. تاني ها، صفريه حاده، قائمه منفرجه، مستقيمه، منعكسه. مره اخيره. ها، صفريه حاده، قائمه منفرجه، مستقيمه، منعكسه. صفريه تساوي صفر، حدة أكبر من الصفر أقل من 90، قايمة بتساوي 90، منفرجة أكبر من 90 أقل من 180، مستقيمة تساوي 180، والمنعكسة أكبر من 180 وأقل من 360. كده أنت بدايتك كلها عرفنا يعني إيه كلمة أنواع الزوايا. طيب نروح لنقطة كمان. إيه العلاقات ما بين الزوايا؟ ايه هي العلاقات ما بين الزوايا؟ قال لي عندي حاجه اسمها واحد، زاويتان متتامتان. ايوه افتكرت، برافو عليك. يبقى احنا كده يا سوسنة عرفنا ان الزاويتين متتامتان. معايا يا ايمان والناس بتوعنا الجمال وجنى وكل الناس ومازن وكل الناس امامير. يبقى معايا زاويتان متتامتان، ومعايا حاجه تاني اسمها زاويتان، وهنعرف الفرق ما بينهم شويه كده. زاويتان متكاملتان. ومعايا حاجه تاني اسمها زوايا متجمعه حول نقطه. يبقى احنا كده معايا زاويتان متتامتان، ومعايا زاويتان متكاملتان، ومعايا ومعايا زوايا متجمعه حول نقطه. يبقى كده زاويتان متتامتان وزاويتان متكاملتان وزوايا متجمعه حول نقطه. طيب معانا ايه كمان؟ قال لي رقم 4 معايا حاجه اسمها زاويتان متجاورتان. معايا حاجه اسمها ايه؟ زاويتان متجاورتان. يبقى كده معاك متتامتان ومعاك متكاملتان ومعاك زوايا متجمعه حول نقطه ومعاك زاويتان متجاورتان، وكمان معاك حاجه تاني اسمها زاويتان متقابلتان. ايوه برافو عليك، بالراس. دي العلاقات ما بين الزوايا الخمسه المهمين اللي احنا عايزينها. زاويتان متتامتان، متكاملتان، متجمعه حول نقطه، متجاورتان، ومتقابلتان بالراس. طب ما تشرح لي واحده واحده كده انت بتتكلم عن ايه اصلا؟ بص يعني الزاويتان المتتامتان دول لو انت تفتكر قلناهم ايه؟ هما زاويتان هيكون مجموع قياسهم، مجموع القياس بتاعهم هيساوي 90. ايوه برافو عليك. يبقى هما زاويتين بيكون مجموع قياسهم كام؟ 90. هيجي يسألك كده وهيجيب لك السؤال ده في اختر. الزاويتان متتامتان مجموع قياسهم كام؟ برافو عليك 90. طب المتكاملتان قال لي هما زاويتان مجموع
قياسهم بتساوي 180. يبقى هما زاويتان مجموع قياسهم كام؟ 180. يبقى كده المتتمتان هما زاويتان مجموع قياسهم 90، والمتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسهم كام؟ 180. ركز، النقط دي مهمة وبنتسأل عليها، ركز الله يرضى عليك. طب الزاويتان متجمعة حول نقطة، قال لي الزوايا المتجمعة حول نقطة هما زوايا مجموع قياسهم بتساوي 360. يبقى الثلاثة دول كده حفظ صم زي اسمك. المتتمتان 90، المتكاملتان 180، والمتجمع حول نقطة 360. يبقى تاني، متتمتان 90، متكاملتان 180، متجمعة 360. يلا تاني ها، متتمتان 90، متكاملتان 180، متجمعة حول نقطة 360، عاملة زي المنعكس. طيب الزاويتان المتجاورتان، قال لي لو احنا عملنا زاوية كده، ده كده زاوية مستقيمة، ورحنا رسمنا شعاع من هنا. حلو؟ حلو يا مستر. فهنا بقى في زاوية وهنا بقى في زاوية. يعني انت كده معاك كام زاوية هنا؟ قال لي معايا زاويتين. فالزاويتين دول لو انت ركزت هتلاقيهم الاتنين دول موجودين في رأس واحدة اهي، رأس مشتركة، وكمان ضلع واحد. فلما نيجي نعرف ايه كلمة الزاويتان المتجاورتان، على طول كده بنعرفهم هما زاويتان هيكونوا مشتركتان أو مشتركان في رأس وضلع. يبقى هنا هما زاويتان مشتركان في رأس وإيه وضلع. يبقى تاني، هما زاويتان مشتركان في رأس وإيه وضلع. طيب مستر، هم ليهم مجموع ثابت؟ يعني ممكن زي دول نقول عليهم 90 أو 180؟ قال لي لا، ممكن يكونوا الاثنين دول جنب بعض فيعملوا 90، فكده ممكن يبقوا زاويتان متجاورتان متتمتان. وممكن الاثنين يكونوا جنب بعض يعملوا 180، فكده يبقوا زاويتان متجاورتان متكاملتان. حلو. وكده ممكن يكونوا برضو كذا زاويه جنب بعض، ما هي متجمعه حول نقطه، فممكن يبقوا زاويتين، ممكن يبقوا ثلاثه، ممكن يبقوا اربعه، ممكن يبقوا خمسه، وكلهم جنب بعض، فبنقول عليهم زوايا ايه؟ متجاورتان برضو بس متجمعه حول نقطه. فكده يا مستر المتجاورتان ملهاش رقم ثابت، ملهاش رقم ايه؟ ثابت. ممكن تبقى متتمتان، ممكن تبقى متكاملتان، ممكن تبقى متجمعة حول نقطة، فما حدش يحفظها إنها لها رقم ثابت. أمال أحفظها إزاي طيب؟ قال لها هتحفظها كده، هما زاويتان مشتركتان في رأس وضلع. يبقى تاني، يعني إيه زاويتان متجاورتان؟ يلا مع بعض، هما زاويتان مشتركتان في رأس وضلع. مرة كمان تاني، هما إيه؟ هما زاويتان مشتركتان في رأس وضلع. برافو عليك. طيب الزوايا بقى اللي هي متقابلة بالرأس، قال لي هنعرفها بحرف الاكس. هتلاقي دايما عاملة كده اهي، حرف الاكس اهو. فهنا يا صديقي الصدوق، انك هتلاقي هنا زاوية قصادها زاوية، وهنا في برضو زاوية قصادها هنا برضو زاوية. جميل. قال لي هيبقى كل زاويتين قصاد بعض مالهم؟ قال لي هيكونوا متساويتان في القياس. يعني احنا لو قلنا هنا 50 هنقول هنا قصادها 50. طب انا لو قلت هنا 130 هيبقى هنا برضو قصادها 130. يبقى الزوايا المتقابلة بالرأس، قال لي هنا الزاويتان متقابلتان بالرأس، أي زاويتان متقابلتان بالرأس
أي زاويتان متقابلتان بالرأس مالهم؟ قال لي متساويتان في القياس يا وحش يا جامد. يبقى كده احنا معانا كام نتيجة؟ قال لي يا مستر معايا خمسة وما تفتكرش الأغنية. معايا كام حاجة؟ ها؟ قال لي العلاقات ما بين الزوايا 5. تاني ها؟ معايا ايه؟ معايا زاويتان متتامتان. طب يابا بيساوي كام؟ قال لي بيساوي 90. برافو عليك. طب المتكاملتان؟ قال لي هما زاويتان مجموع قياسهم كام؟ 180. طب المتجمع حول نقطة؟ قال لي هما زاويتان مجموع قياسهم كام؟ قال لي 360. طب الزاويتان متجاورتان؟ قال لي هما زاويتان مالهم؟ قال لي مشتركان في رأس وايه؟ قال لي مشتركان في رأس وضلع. ليهم رقم ثابت؟ قال لي لا يا مستر ما لهمش رقم ثابت. برافو عليك. طب المتقابلة بالرأس؟ قال لي كل زاويتان متقابلتان مالهم؟ قال لي متساويتان فين؟ قال لي متساويتان في القياس. متساويتان فين؟ في القياس. يبقى كده عرفنا يا شباب العلاقات بين الزوايا. نروح بقى يا شباب ليه فكرة خدناها في تانية إعدادي وهنستخدمها بعدين، يعني اللي هي التطابق. أنواع التطابق عندك 4 حاجات للتطابق، يبقى احنا لازم نشتغل على 4 حاجات للتطابق. بس قبل ما نروح للتطابق ال4 حاجات للتطابق تعالى ناخد ايه؟ بق ميه مع بعض. طيب ال4 حاجات للتطابق دول كام حاجة؟ قال لي عندي 4 حاجات. بص يا صديقي، أول تطابق عندك اللي هو قطعتين مستقيمتين. قطعتين مستقيمتين بيحصل ما بينهم تطابق. حلو، عندك قطعتين مستقيمتين. التطابق الثاني لا اما هيكون في تطابق زاويتان وهنعرف كل واحده فيهم لوحدها، لا اما التطابق الثالث اللي هو هيكون تطابق مضلعين، لا اما التطابق الرابع بتاعك اللي هو تطابق مثلثين. والمضلعين والمثلثين هنستخدمهم السنه دي في المناهج كتير في حته التشابه بقى. حلو، وهنعرف الفرق ما بين التطابق والتشابه. يبقى احنا كده يا شباب معانا كام تطابق؟ قال لي معايا 4 تطابق. قطعتان ايه؟ مستقيمان وزاويتان ومضلعين ومثلثين. تعال نتناقش في كل واحده فيهم. ازاي نقول ان القطعه المستقيمه ديت اللي هي بيكون اسمها AB بتساوي القطعه المستقيمه اللي هي بيكون اسمها CD؟ يعني ازاي اقول ان هنا في الاثنين دول حصل ما بينهم تطابق؟ قال لي من الاخر يا مستر لو لقيت ان دي 5 سم ودي 5 سم، يعني انت تقصد لو الاثنين بقوا شبه بعض في الطول؟ قال لي برافو عليك يا مستر. يبقى عشان يحصل تطابق للمستقيمان قال لي لازم يتساووا او يتساوى في الطول. من الاخر كده بالبلدي لازم يتساوى في الطول. يبقى هنا عشان يحصل تطابق لازم يتساوى في الطول. لازم الطول اللي هنا يبقى نفس الطول اللي هنا، يبقى لازم يكونوا متساويتان فين؟ في الطول اهو. يبقى لازم يكونوا كده مع بعض بطريقه ثانيه. لازم يكون الشرط عشان يحصل تطابق ان هم يكونوا ايه؟ متساويتان في الطول. يبقى متى يحصل تطابق لقطعتين مستقيمان؟ قال لي اذا تساوى في الطول. وهتجيلك كده يتساوى القطعتان المستقيمتان اذا نقط، يبقى اذا كانوا متساويتان في الطول. حلو. طب امتى يحصل في تطابق للزاويتين؟ قال لي معاك اول زاويه اهي ومعاك تاني زاويه اهي، فالزاويه اللي هنا 60 والزاويه اللي هنا برضو 60، فدي 60 ودي 60.
دي في الطول يبقى دي في القياس. يبقى امتى يحصل تطابق للزاويتين؟ قال لي إذا كانوا متساويتان في القياس. يبقى امتى يحصل تطابق؟ في القطعتين المستقيمين. قال لي إذا كانت تساوي في الطول. طب في الزاويتين؟ قال لي لما يكونوا متساويتين في القياس. طيب المضلعين والمثلثين امتى يحصل هنا في تطابق وامتى يحصل هنا في تطابق؟ حلو، تعال نشوف تطابق المضلعين. طبعا المضلع ده اللي هو بيتكون من 3 اضلاع، من اول 3 لحد وانت طالع 3 4 5 6 7. ده فكره المضلع اللي هو عدد من الاضلاع. ويبقى بيسمى مضلع ثلاثي، يسمى مضلع رباعي، يسمى مضلع خماسي. احنا يا شباب الان عشان نعرف اسم المضلع بنعد الاضلاع. يعني لو لقيتهم 3 اضلاع يبقى بنقول عليه مضلع ثلاثي، لقيتهم 4 اضلاع بنقول عليه مضلع رباعي، لقيتهم 5 اضلاع بنقول عليه مضلع خماسي، وهكذا. يبقى مثلا اهو انا رسمت مضلع اهو، مضلع اولاني ده مضلع رباعي، ومضلع تاني زيه مضلع رباعي اهو. حلو الكلام، حلو الكلام. عشان يحصل تطابق هنا قال هبقى محتاج الشرطين دول مع بعض، ان الاضلاع لازم تبقى متساويه، وان الزوايا لازم برضو تبقى متساويه. يبقى انا محتاج الاثنين مع بعض. واحد، ان الاضلاع تكون متساويه، ان الاضلاع لازم تكون متساويه في الطول، الاضلاع تبقى متساويه في الطول. 2، ان الزوايا متساويه في القياس. يبقى هنا الاضلاع تكون متساويه في الطول. 2، تكون الزوايا متساويه في القياس. يعني انا محتاج الاثنين دول مع بعض. يبقى انا كده معايا تطابق ايه؟ قطعتين مستقيمتين. مالهم؟ قال لي هيكونوا متساويتين في الطول. طب هنا قال لي هيكونوا متساويتين في القياس. طب هنا قال لي هتكون الاضلاع متساويه في الطول وبتكون الزوايا متساويه فين؟ في القياس. احنا بنبدا الهندسه من ايه؟ من الصفر. طب المثلثين قال لي لا، هنا معاه 5 حالات للتطابق، وتعالى نتعرف عليهم. هنا معانا 5 حالات للتطابق الايه؟ المثلثين، ويلا نبدا بيهم. معانا كام حاجه؟ قال لي حالات تطابق المثلثين. كام حاله يا صاحبي؟ قال لي معايا 5. قال لي معايا 5 حالات لتطابق المثلثين. ركز بقى الله يرضى عليك فيهم عشان مهمين قوي قوي قوي، وهنستخدمهم كويس جدا جدا جدا. طيب حالات تطابق المثلثين، تعال نكتبه من الاول. ايه حالات تطابق المثلثين؟ قال لي اول حاجه 3 اضلاع، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه اللي هي ضلعان وزاويه. يبقى هنا 3 اضلاع وهنا ضلعان وايه؟ وزاويه. تالت حاجه، تمام، هيبقى معايا زاويتان وضلع مرسوم بينهم. زاويتان وضلع مرسوم بينهم. زاويتان وضلع مرسوم ايه؟ بينهم. طيب الثانيه قال لي زاويتان وضلع غير مرسوم بينهم، يعني غير واصل، ما بيوصلوش. واعرفك الفرق ما بين الاثنين دول. هم الاثنين واحد بس الشكل بس هيختلف. طيب 5 قال لي وتر وضلع في مثلث قائم. يبقى انا معايا كام واحده؟ قال لي معايا 5. فكرني. 1 قال لي 3 اضلاع، 2 ضلعان وزاويه، 3
زاويتان وضلع مرسوم بينهم. 4 زاويتان وضلع غير مرسوم بينهم، وخلي بالك الاتنين واحد. 5 وتر وضلع في مثلث قائم. وتر وضلع في مثلث ايه؟ قائم. صليتوا على النبي، صليتوا على النبي. طيب تعال نشوف كل واحده فيهم هي شكلها عامل ازاي. اول حاجه الثلاث اضلاع هيبقى معايا مثلثين. المثلث الاولاني ABC، المثلث الثاني EFG. ABC و EFG. حلو؟ حلو. من الاخر هيبقى الضلع اللي هنا نفس الضلع اللي هنا، والضلع اللي هنا نفس الضلع اللي هنا، والضلع اللي هنا نفس الضلع اللي هنا. فكده بنقول ايه اللي حصل؟ كده بنقول ان المثلثين دول حصل ما بينهم تطابق. يبقى عشان يحصل هنا تطابق وعشان يحصل هنا تطابق يبقى الثلاث اضلاع اللي هنا يبقوا نفس الثلاث اضلاع اللي هنا. يبقى كده خلاص انت ترجمت ان هنا في حاجه اسمها تطابق. يبقى التطابق الضلع ده 5 يبقى ده 5، ده 4 يبقى ده 4، ده 6 يبقى ده 6. يبقى انت كده ترجمت ايه يابا؟ ان في ايه؟ تطابق. تمام؟ تمام. ضلعين بقى وزاوية، نرسم نفس المثلثين. ركز ركز الله يرضى عليك، ركز ورانا مستقبل هيضيع. ركز ركز، عايزين نبدأ كده بسم الله من الأول صح. ABC EFG. تعالى بقى ضلعان وزاوية. قال لي الضلع ده هو نفس الضلع ده، والضلع ده هو نفس الضلع ده، والزاوية اللي هنا تبقى نفس الزاوية اللي هنا. يبقى حاجة من الاتنين. يبقى انت كده معاك ايه؟ معاك ضلعين يابا، اهو ضلعين وزاوية. يبقى تاني حالة من الحالات انك يبقى معاك ضلعين وزاوية. فلما يكون معاك ضلعين وزاوية بنعرف على طول من غير ما نفكر اللي هنا حصل تطابق للمثلثين. وفي مسائل معينة هتلاقينا بنستخدم فيها التطابق اصلا. طيب خلي بالك عشان انت المرة دي هتدرس التشابه، فيعني ركز. طب زاويتان وضلع مرسوم بينهم. تعال خش هتجيبك. تعال ادي المثلثين اهم. ادي المثلث الاولاني يابا، وادي المثلث الثاني. كلام سليم. قال لي ايه؟ بي سي اي اف جي. اف يا جنى. حلو. ضلعين زاويتين، يعني الزاوية اللي هنا هي نفس اللي هنا، والزاوية اللي هنا هي نفس اللي هنا. أنا قلت لك إيه بقى؟ قلت لك وضلع مرسوم بينهم، يعني الضلع اللي بيوصل الزاويتين دول. يبقى الضلع اللي بيوصل الزاويتين. يبقى خلي بالك كلمة وضلع مرسوم بينهم، الضلع اللي بيوصل الزاوية الأولى بالزاوية الثانية، فكده هيحصل تطابق ما بينهم. طب ما ده كلام حلو قوي. تعال نشوف الثانية بقى، نشوف حديث التخرج بتاعنا اهو. ركز كده يا عم، ركز. ادي الثانية اهي، نفس الفكرة نفس الأفكار. A B C E F G. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يلا يا عم. قال لي الزاوية اللي هنا هي نفس الزاوية اللي هنا، والزاوية اللي هنا هي نفس الزاوية اللي هنا. بس هنا بقى يا فقيه وضلع غير مرسوم منهم، يعني الضلع ده والضلع ده، يعني ضلع بعيد عن الزاويتين، زعلان من الزاويتين، مخاصم الزاويتين، فهو بعيد عنهم ملوش علاقة بالزاويتين. أما هنا الضلع حبيبي الزاويتين، يبقى الضلع اللي هنا حبيبي الزاويتين، والضلع اللي هنا كاره الزاويتين، وهم ما يتعاشوش أصلا. يبقى هنا ده الفرق ما بين الايه؟ ما بين الاثنين. الله يرضى عليه. طب الاثنين يا مستر واحد؟ واحد. اللي بيفرق بس الضلع. هنا الضلع بيحبهم وهنا الضلع بيكرههم كره العمى. طب يا عم في اي مشكله؟ قال لي مفيش مشكله.
وتر وضلع في مثلث قائم. طبعا انت عارف المثلث القائم، ادي المثلث القائم بتاعنا اللزوز اللي هتبقى عليه حكايات كتير السنه دي. اهو يا اللزوز اهو A B C، واللي بعدها تاني مثلث قائم تاني اللي هو E F G. معلش اتعوج مننا شويه بقى. حلو اهو. كل اللي انا محتاج الوتر اللي هنا، خلاص الزاويه موجوده هي الزاويه القايمه، فمحتاج الوتر اللي هنا يبقى نفس الوتر اللي هنا اهو. وتر وضلع في مثلث قايم، ومحتاج وتر وضلع. ادي وتر وخد اي ضلع من دول وشكرا. يبقى احنا كده معانا كام حالات للتطابق المثلثين؟ قال لي معايا 5. كام حاله؟ 5. كام حاله؟ 5. يلا ها، هي ايه هم الخمس حالات؟ قال لي 3 اضلاع، ضلعين وزاويه، زاويتان وضلع مرسوم بينهم، زاويتان وضلع غير مرسوم، وتر وضلع في مثلث ايه قائم. ساعتها بنقول اللي هنا فيه ايه؟ تطابق. طب ايه رايك بقى؟ تعالى نطبق على القصه ديت. ازاي نثبت ان المثلثين دول هيحصل ما بينهم تطابق؟ فتعال انا وسيادتك دلوقتي يابا نطلع الحالات اللي شبه بعض. طب هطلعهم ازاي؟ قال لي بص، طالما عمل هنا شرطه يبقى قصادها شرطه الناحيه الثانيه، عمل شرطتين يبقى قصادها شرطتين الناحيه الثانيه، وهكذا نقطه نقطه. فاحنا هنعمل كده. حلو، انا معايا مثلثين، في شرطه اهي يا مستر وفي شرطه اهي. الضلع ده اسمه اي بي والضلع ده اسمه دي سي. يبقى انا معايا هنا ان الاي بي بتساوي الدي سي. كلام سليم. وهنا في شرطتين وهنا في شرطتين. حلو، الاي دي بتساوي البي سي، يبقى اي دي بتساوي البي سي. طب حلو، فاضل شرط كمان. ما انت معاك ضلع وضلع، لا اما زاويه لا اما في ضلع تاني. قال لي لا، في ضلع ما بينهم كده، ده بنسميه ضلع مشترك. يعني اي سي ده بسميه ضلع مشترك. حلو، يبقى انت كده معاك ايه؟ قال لي كده انا معايا الثلاث اضلاع، والثلاث اضلاع دي كانوا ايه؟ قال له كانوا الحاله الاولى. يعني كده يا مستر المثلثين حصل ما بينهم تطابق. يبقى كده المثلث A B C A B C يطابق، او علامة التطابق زي ما عندك كده اهو، يطابق المثلث ADC، يطابق المثلث ADC. يبقى طالما توفرت الشروط معاك يبقى يحصل ما بينهم تطابق. مفيش شروط مفيش تطابق. زي واحد راح يتقدم لواحده كده، في شروط في جواز، مفيش شروط مفيش جواز. هو بالظبط كده. ايه شروطك؟ الحاجات الخمسه اللي احنا حافظناهم. فانا دلوقتي هنتخيل واحد داخل عايز يحل عن التطابق. فالبني ادم ده براس بقره كبيره وهو داخل يحل عن التطابق. هو بني ادم براس بقره، هو متخيل ان هو يحل عن التطابق من غير ما يحفظ لي الخمسه. طب ازاي؟ قول لي بالله عليك. لا، يبقى انا لازم اخلص الحفظ هعرف احل اي سؤال عن التطابق. عايز تبقى شاطر في الرياضه، اخلص من الاساسيات بتاعها، احفظهم، اتعب، حل كتير، امسك ورقه وقلم واتعب مع الفيديو، طلع كل نقطه لوحدها، هتلاقي نفسك بحته تانية لوحدك من غير ما حد يكلمك. طيب يا عم صليتوا على النبي، خش على اللي بعدها. عايزين نثبت ان المثلث دوت يطابق المثلث ده. حلو، الناس بقت شاطره معانا. وقف الفيديو حلها الاول قبل ما انا احلها. خلاص حلتها، تعالى شوف حلك بقى. يلا ها، اي سي شرطتين ودي اف. يبقى انا معايا هنا اي سي حلو هتساوي الدي اف. ادي اول شرط. طب الشرط الثاني اي بي هي دي اي، يبقى اي بي هتساوي الدي اي. كلام سليم قوي. طيب اللي بعدها معايا زاويه الدي هو عامل عليها نقطه،
بتساوي زاوية الايه. يبقى كده هنقول له ان قياس زاوية الايه بتساوي قياس زاوية الدي، وام طبعا يعني قياس. يبقى احنا كده معانا ايه؟ قال لي هنا معايا الحالة الثانية. يبقى انا هنا المرة دي معايا الحالة الثانية. يبقى دي المرة دي الحالة الثانية. ايه هي الحالة الثانية؟ اللي انا الاقي فيها ضلعين وزاوية. اول لما الاقي ضلعين وزاوية يبقى اذا المثلث ده يطابق المثلث ده. خلاص طالما الشروط اتوفرت يبقى خلاص. يبقى تاني عشان يحصل التطابق لازم الشروط تتوفر. مفيش شروط مفيش تطابق، مفيش شروط مفيش تطابق، مفيش شروط مفيش تطابق. ماشي. صليتوا على النبي. يلا يا عم انت بقى تعرف تعملها. ها عايزين نطلع هنا برضو نفس الكلام. يا مستر معايا شرطة وشرطة اهو، ان البي دي بتساوي الدي سي. ماشي. ومعايا زاوية اي دي سي بتساوي زاوية اي دي بي بتساوي زاوية اي دي سي. يبقى انا معايا قياس زاوية اي دي بي اي دي بي بتساوي قياس زاوية اي سي دي اهو معايا الزاوية دي. ومعايا كمان ان الاي دي ده ضلع مشترك. يبقى انا كده معايا ان بي دي بتساوي دي سي، ومعايا ان قياس الزاويه دي بتساوي قياس الزاويه دي، ومعايا ضلع مشترك. كده معاك كام معايا؟ قال لي معايا ضلعين وزاويه. برضو نفس الكلام اللي احنا كنا قايلينه من شويه. دي الحاله الكام؟ قال لي دي برضو الحاله الثانيه، بس طبعا شكل المثلث اختلف. بس برضو نفس الكلام. معايا ايه؟ معايا ضلعين وزاويه. معايا ايه؟ ضلعين وزاويه. خلاص معايا ضلعين وزاويه يبقى المثلث ده بيطابق المثلث ده. يبقى الاثنين مع بعض مالهم؟ قال لي متطابقين. الاثنين مع بعض مالهم؟ متطابقين. يبقى عشان يحصل التطابق يكون في شروط. مفيش تطابق مفيش شروط. يبقى الشروط على طول. في شروط في تطابق، مفيش شروط مفيش تطابق. تمام يابا. تمام انت كده فل الفل. خش على اللي بعدها واسيبك انت تحلها بقى. مش هحلها بقى خلاص كده. خلاص انت عرفتها اهي. حل بقى اهو وابتسامه عريضه. حلها بقى خد لوحدك بقى. خلاص بقى عايزين نعدي بقى نشوف السؤال اللي بعده. لازم انت تجرب بايديك بقى. عايز تبقى شاطر جرب بايديك. وكمان دي اهي. يلا خد لك صوره كمان معاها. ها نفس القصه. حلو نفس القصه. يلا صورتها. اهم حاجه انك بتصورها عشان تحلها لوحدك. خلاص كده يا عم خلصنا التطابق. عرفنا حالاته، عرفنا قصته، عرفنا دنيته. خلصت الموضوع. في شروط في تطابق، مفيش شروط مفيش تطابق. قارش قارش يا معلم. ايه قارش دي؟ مش فاهم. طيب نخش بقى لعمك التوازي. ايه بقى التوازي ده يا معلم؟ وناخد بق ميه. التوازي ده يا صديقي الصدوق انت خدته في اولى اعدادي. جميل يا مستر. فالتوازي دوت معانا واحنا خدنا في اولى اعدادي استخدمناه كتير. جميل يا مستر. موجود معانا تاني؟ قال لي موجود. ما ده تأسيس. ولا انت مش عارفه ان ده تأسيس؟ تأسيس يعني ايه؟ يعني بناخد كل القديم. طب ليه باخد القديم؟ عشان ابقى شاطر في الجديد. ما انا الهندسه عندي تهمه، والهندسه عشان تتفتح لسه في شهر 11 وعليك بخير. فاحنا ماشيين خطوات، فانت لازم تركز بقى. الله يرضى عليك. لا يا رب كده. قال لي حالاته المشهوره اللي احنا عارفينها. حرف الزد وحرف الاف وحرف اليو. انت عارفهم مش محتاج ان احنا نتكلم عنهم كتير. هنا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. يبقى هنا حصل حاجه اسمها
تبادل. يبقى في التبادل هيكون الزاويتان مالهم المتساويتان. يبقى في التبادل بيكون الزاويتان متساويتان، يبقى هنا 50 وتبقى هنا 50 عادي جدا. يبقى التبادل بيكون الزاويتين بيكونوا عاملين حرف الزد كده وبنشتغل عليهم عادي جدا. حرف الاف يكون الضلع ده بيوازي الضلع ده، نفس الكلام برضو الضلع ده بيوازي الضلع ده، ولازم تلاقي علامه التوازي دي عشان نقول ان في توازي، غير كده ما تستخدمش. الزاويه اللي هنا بتساوي الزاويه اللي هنا، فده بنسميه ايه؟ قال لي ده بنسميه تناظر. طيب والتناظر قال لي التناظر برضو هيكون في الزاويتان مالهم؟ قال لي الزاويتان هيكونوا متساويتان. يبقى هنا الزاويتان متساويتان في القياس وهنا الزاويتان متساويتان في القياس، يعني لو دي 30 هتبقى دي برضو 30. ماشي. طب هنا حرف اليو بنقول عليها ايه المره دي؟ قال لي بنقول عليها تداخل. بس هنا التداخل لو دي 50 هتبقى دي 130. قال بمعنى صح هيكونوا الزاويتان متكاملتان. يبقى انا معايا زاويتان متساويتان وهنا بيكونوا متساويتان، اما هنا بيكونوا متكاملتان. خلي بالك بالله عليك، شرط دول ان الضلع ده بيوازي الضلع ده، لازم شرط التوازي تلاقي علامه السهم دي. ما لقيتش علامه السهم دي ابعد دماغك من التوازي. كنا بنقابل بالدفعات الكتير قوي وكل الناس السنه اللي فاتت، احنا طبعا بقالنا 10 سنين شغالين، ففي خلال ال 10 سنين دول كنا بنقابل اللي الناس بتفكر في التوازي من غير لما تلاقي علامه الاسهم، وده اكبر غلط انت بتعمله. ما تفكرش في التوازي غير لما يكون علامه الاسهم دي موجوده، غير كده ما تفكرش في التوازي. ما تفكرش في التوازي غير لما يكون علامه الاسهم ايه موجوده. ما تفكرش في الايه في التوازي. العروسه ماتت يا بابا. غير ما ماشي بس بشوف حاجه فالله يرضى عليك. ما تفكرش في التوازي غير لما يكون علامه الايه. ماشي يلا. طيب بعد كده قال لي بعد كده عندك تطبيقات توازي. تعال نرسم الثلاثه الاول بعد كده نعرف كل واحده بتتكلم عن ايه. ادي اول واحده، ده مستقيم وده مستقيم تاني، وفي عدة مستقيمات اهي. الحتة دي مش عايزة تبقى موجودة معايا ليه؟ الله. يعني هنسمي ده مثلا تي 1 وده تي اللي هي تي 1 ودي 2 وده ال 1 وده ال 2 وده ال ايه 3. والثلاث مستقيمات دول بيوازوا بعض، وهنا اسمها A وهنا اسمها B وهنا اسمها C. حلو. وهنا اسمها اللي هو E وهنا F وهنا G. مش فاهم ايه القصة هنا بس قشطة ما علينا. فالمهم أول واحدة بتقول ايه؟ اللي أنا معايا مستقيمان أهو، فالمستقيمان دول قطعوا 3 مستقيمات غيرهم. مستقيمات قطعت 3 مستقيمات. فبيقول لي كده إذا قطع مستقيمين عدة مستقيمات متوازية ايه اللي هيحصل؟ قال لي فإن الأجزاء المحصورة ما بينهم الحتت دي كده هتكون متساوية. يبقى كده القاعدة هنا بتقول ايه؟ إذا قطع مستقيمين، إذا قطع مستقيمين عدة مستقيمات متوازية. إذا قطع مستقيمين عدة مستقيمات متوازية، إيه اللي أنا هستفاده؟ قال لي فإن الأجزاء، والنبي ركز لي، المحصورة بينهم مالهم؟ قال لي متساوية. الأجزاء المحصورة ما بينهم هتكون متساوية. الحتة دي مهمة قوي. ماشي. التطبيق التاني اللي معايا مثلث اهو،
وفي شعاع خرجناه من هنا، مثلث اسمه A B C، وده بيوازي ده E مثلا F. فهنا القصة هتقول ايه؟ قال لي الشعاع المرسوم من منتصف ضلع، ركز، في مثلث. الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث، اللي ويوازي أحد الضلعين، أو بيوازي الضلع اللي في وشه، احنا شايفينه. ايه اللي هستفاده بقى؟ قال لي ينصف الضلع الثالث. يبقى الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث وبيوازي احد الضلعين بيعمل ايه؟ اللي بينصف الضلع الثالث. مهمة جدا جدا جدا، ولازم تاخد لي بالك منها، الله يرضى عليك بالله عليك. خلاص. طيب نشوف اهم واحدة بقى، اهم واحدة في التطبيقات، A B C، وهنا في قطعة مستقيمة اسمها EF. فهنا بقى المرة دي بنقول ايه؟ قال لي المرة دي هنقول ان القطعة، ركز دي اهم واحدة، القطعة المستقيمة المرسومة في منتصف مثلث. القطعة المستقيمة المرسومة في منتصف مثلث مالها؟ قال لي توازي الضلع الثالث وتنصفه. والله مهم. تنصفه يعني ايه؟ يعني لو دي حضرتك 10 تبقى دي 5، لو دي 8 تبقى دي 4. يبقى انا معايا كام تطبيق؟ قال لي معايا 3 تطبيقات للتوازي. ايه التطبيق الاولاني؟ قال لي اذا قطع مستقيمين عدة مستقيمات متوازية فإن الأجزاء المحصورة ما بينهم تكون متساوية. حلو. الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث ماله؟ اللي بيوازي ويوازي أحد الضلعين بيعمل إيه؟ قال لي ينصف الضلع الثالث. طب الأخيرة قال القطعة المستقيمة المرسومة في منتصف مثلث مالها يا وحش؟ قال لي بتوازي الضلع الثالث وتنصفه. تطبيقات التوازي هيكون عليها أسئلة، تطبيقات التوازي هنستخدمها في المنهج، فلازم تبقى زي اسمك حفظ، مش هنبه تاني، زي اسمك حفظ. الله يرضى عليك. تعال بقى نروح لحبيبك وهي أنواع المثلث. لما أجي أسألك على أنواع المثلث فأنت ترد عليا وتقول لي هو أنت عايز تعرف أنواع المثلث من حيث الأضلاع ولا عايز تعرف أنواع المثلث من حيث الزوايا؟ إيه ده؟ هو في فرق ما بين الاتنين؟ قال لي أيوه طبعا في فرق ما بين الاتنين، في فرق ما بين الأضلاع، في فرق ما بين الزوايا. طيب تعال نعرف أنواع المثلث من حيث الأضلاع. قال لي بص، ده أول واحد A B C، الضلع ده 5، الضلع ده 6، الضلع ده 4. ده تاني واحد A B C، الضلع ده 5، الضلع ده 5، الضلع ده 7. ده تالت واحد A B C، الضلع ده 6، الضلع ده 6، الضلع ده 6. اظن من اسمهم انت هتعرف تترجم كل، يعني من الشكل اللي انت شايفه للثلاثه انت كده ترجمت كل واحد بيتكلم عن ايه. دول يا مستر الثلاث اضلاع مختلفين، فعلى طول من غير ما افكر انا هسميه مختلف الاضلاع. يبقى اول نوع من المثلث اسمه مختلف الاضلاع من غير ما افكر.
يبقى ده اول واحد. ان الثلاث اضلاع مختلفين، يبقى من غير ما افكر ده هيبقى اسمه ايه؟ قال لي اسمه مختلف الاضلاع. مختلف الايه؟ الاضلاع. يبقى ده اول حاجه، يبقى ده مختلف الاضلاع. طب ادي 1 2 3، في ضلعين شبه بعض، في ضلع مش موجود. ضلعين شبه بعض، في ضلع مش موجود. قال لي طالما ضلعين شبه بعض في ضلع مش موجود، قال لي يبقى ده اسمه متساوي اهو، ده اسمه متساوي الساقين. يبقى ده اسمه متساوي الساقين. يبقى ده مختلف الاضلاع، ده متساوي الساقين. طب كلهم زي بعض، قال لي ده يا مستر اسمه متساوي الاضلاع. يبقى كده انا معايا 3 انواع للمثلث. اول واحد مختلف الاضلاع. مختلف الاضلاع برضو يعني هتلاقي كل زاويه غير الثانيه، يعني هتلاقي الزاويه دي 50 مثلا، وهتلاقي الزاويه دي 60، وهتلاقي الزاويه دي 70. زي ما يكون مختلف الاضلاع برضو هيكون مختلف الزوايا عادي جدا. طب ده يا صاحبي، قال لي ده ضلعين شبه بعض، فضلع بيساوي ضلع، يبقى زاويه بتساوي زاويه، وطبعا الثانيه تكمل بقى 180. اما هنا طالما متساوي الاضلاع يبقى بيكون متساوي الزوايا. طبعا اي مثلث بيكون مجموعه 180، فقسمناها على الثلاثه كل واحد 60. يبقى لما اجي اقول لك ايه انواع المثلث من حيث الاضلاع، تقول لي مختلف الاضلاع، متساوي الساقين، متساوي الاضلاع. تاني ها مع بعض، يعني ايه مثلث من حيث الاضلاع؟ تاني ها، مختلف الاضلاع، متساوي الساقين، متساوي الاضلاع. تاني، ايه انواع المثلث من حيث الاضلاع؟ مختلف الاضلاع، متساوي الساقين، متساوي الاضلاع. عايز تحفظها؟ مختلف الاضلاع، متساوي الاضلاع، متساوي الساقين، برضه سهل. طيب نروح لانواع المثلث بقى من حيث الزوايا. انا عندي 3 انواع للمثلث من حيث الزوايا. برافو عليك. في مثلث حاد، في مثلث قائم، وفي مثلث منفرج. نمسك اول واحد هو المثلث الحاد. كلمة المثلث الحاد يعني الزاوية دي 50، الزاوية دي 60، الزاوية دي 70. لما هقول لك مثلث حاد، لما هنقول إن مثلث، بنقول المثلث ده حاد، يعني حضرتك كل زاوية فيه، كل زاوية تكون زاوية حادة. كل زاوية فيها تكون زاوية حادة من غير ما افكر. ما ينفعش. يبقى من اسمه مثلث حاد يعني كل زاوية فيها هي زاوية حادة. ماشي. طيب التاني مثلث القائم اهو، A B C. في المثلث القائم هتلاقي فيه ده اسمه مثلث قائم. في المثلث القائم هتلاقي فيه زاوية بتساوي 90 اللي هي زاوية قايمة، والزاويتان مالهم بقى اللي هي دي ودي؟ قال يكون الزاويتان حادتان. لازم يكونوا حادتين يعني أقل من 90. يبقى في المثلث القائم بتكون في واحدة بس هي اللي بتساوي 90، والاثنين التانيين بيكونوا أقل من 90. يبقى واحدة بس هي ب 90، والاثنين التانيين هيكونوا ايه؟ اللي هيكونوا أقل من 90. بالله عليك ركز لي في الحتت المهمة دي. يبقى واحدة وواحدة. طيب التانية اللي آخر واحد اللي هيكون اسمه مثلث منفرج. يبقى التالت ده هيكون اسمه ايه؟ مثلث منفرج اهو. طب المثلث المنفرج هعمله ازاي؟ قال لي مثلا دي 130، حلو، ودي مثلا 20، ودي مثلا 30، اهي 130 اهي بالعربي بالانجليزي. في المثلث المنفرج عشان نعرفه قال لي هنلاقي فيه زاوية منفرجة طبعا اللي هي بتكون أكبر من 90. لازم نلاقي فيه زاوية أكبر من 90،
ولازم نلاقي فيه زاويتان أقل من 90. يبقى واحدة هتكون أكبر من 90، واحدة هتكون أكبر من 90، والاتنين هيكونوا أقل من 90. يبقى كده دول الثلاث أنواع بتوع المثلث من حيث الزوايا. في مثلث حاد إن كل زاوية فيه بتكون حادة، في مثلث قائم إن كل زاوية واحدة فيهم بتساوي 90، واحدة من الزاوية بتساوي 90، ويكون العلامة بتاعتها كده تعرف إن هو زاوية مثلث قائم. مش لازم يكون المنظر ده، ممكن يقلبه يبقى عامل المنظر ده كده عادي جدا، ده مثلث قائم برضو زي ما حضرتك بتنام بتشقلب من على السرير. وهنا الزاويتان حادتان بيكون أقل من 90. وهنا ده مثلث منفرج، في واحدة فيهم بتكون أكبر من 90 وفي واحدة فيهم بتكون أقل من 90. كده شرحنا أنواع المثلثات بالتفصيل بالظبط. طيب محاضرة الهندسة بادئة من الصفر، مخليها معايا الدنيا كويسة. نروح برضو من نفس قصة أنواع المثلث اللي هي الزاوية الخارجة، هنستخدمها كتير. يعني أنا معايا مثلث أهو A B C D مثلا. فأنا قصتي مع الزاوية دي، الزاوية دي بنقول عليها زاوية خارجة، بنقول عليها زاوية إيه؟ خارجة. فأنا دلوقتي يا صاحبي عايز أعرف هي الزاوية الخارجة ديت لما أجي أحسبها هحسبها إزاي؟ هجيبها إزاي؟ قال لي عندي طريقتين. الطريقة الأولانية تاخد القصة دي كلها إن دي زاوية مستقيمة، فالزاوية المستقيمة بتعمل 180 فتكمل ال 180. طب افرض أنا ما عنديش الرقم ده بس معايا الرقم ده ومعايا الرقم ده، ما التالت أعرف أجيبه زي ما أنت قلت، بس أنا عايز أجيبها مباشرة. هجمع الاتنين دول هيعملوا 120. أنت قصدك إيه؟ قصدي إن أنا هجمع الزاويتين دول وماليش دعوة باللي جنبها. يبقى لما أجي أحسب الزاوية الخارجة يا شباب هقول له كده الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الداخلتين، مجموع الزاويتين الداخلتين، هاخد مجموع الزاويتين الداخلتين، حلو، مجموع الداخلتين ما عدا المجاورة لها. يبقى هاخد لما اجي احسب الزاويه الخارجيه هاخد مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا طبعا الايه المجاوره لها، ودي اللي انا بجيب لما اجي احسب الزاويه الخارجه. شايفين الناس بتتلخبط فيها كتير قوي. يبقى لما اجي احسب الزاويه الخارجه هحسبها بالطريقه ديت، هجمع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره لها، او لو انا معايا وعايز اجيب زاويه مستقيمه 180 فبراحتي وعلى حسب السؤال انا بستخدم. الرياضة أفكارها كتير وحاجاتها كتير. نيجي بقى لجده. جده مين؟ جده فيثاغورس اللي بيكون موجود على طول معانا في المسائل. جده فيثاغورس دوت هيطلع معاك مرة واثنين وثلاثة واربعة وهيبقى موجود كل شوية. فلازم تعرف انت يا عم فيثاغورس مالك يابا؟ قال لي بتكلمني عن ايه؟ قال لي انا فيثاغورس يابا. جده قديم في الحكاية، راجل ثوراجي، عملت ثورات كتير، كنت بهرب من بلد لبلد، كنت بجري من بلاد لبلاد عشان اجمع لك العلم، وخربت الدنيا شويه مش مهم، بس المهم طلعت لك معلومه في الاهم منه. ايه يا عم فيثاغورس؟ قال لي بعلمك ازاي تجيب الاضلاع. خلي بالك العلماء عشان يوصلوا للموضوع دوت هم بحثوا كتير جدا، احنا بناخد الحاجه على طبق جاهز. يعني احنا بناخد الحاجات ديت على طبق جاهز ولا خد اتفضل حل. فالموضوع هنا بيفرق معانا. طب يا عم ادي فيثاغورس بتتكلم عن ايه؟ قال لي والله هنتعلم مع بعض ازاي نجيب الوتر ده، والوتر بيكون ساكن قدام الزاويه القايمه، او ازاي نجيب الضلع ده، او ازاي نجيب الضلع ده. يعني انت هتديني قانونين؟ قال لي هديك قانونين اللي حلهم. قال لي عشان تجيب الوتر يا بطل، قال لي القانون بتاعك بيقول ربع ربع واجمع تحت الجذر. طب اربع مين؟ قال لي ربع الضلعين. طب يعني ايه كلمة ربع دي؟ قال لي يعني اضرب العدد في نفسه مرتين. انت بلاطة خالص ولا ايه؟
ماشي. طب انا لو عايز اجيب الضلع، صح لي فوق لي، قال لي لو عايز اجيب الضلع يبقى هستخدم الوتر الاول تربيع ناقص الضلع التاني تربيع. يبقى نحفظ كده، وتر بجمع ضلعي بطرح، وتر بجمع ضلعي بطرح. يلا كل اللي في البيت بيتفرجوا معانا يقولوا وتر بجمع ضلعي بطرح. تاني، وتر بجمع ضلعي بطرح. هوبا، وتر بجمع ضلعي بطرح. تمام ركز. طب تعالى يا مستر نجرب كده. اول سؤال معانا بيقول لي مثلث اي بي سي، عايز طول السي اي. حدد السي اي دي، قال لي ده وتر، والمصر لسه قايل ايه؟ وتر بجمع. خلاص يبقى انت كده هتعرف تجيب السي اي هتساوي، افتح جذر كبير واكتب الرقم الاولاني 6 اس 2 زائد 8 اس 2 وادخل دول على الآلة تحت الجذر، يبقى الناتج طلع كام؟ 10 سم. يبقى الوتر بعمل ايه؟ بجمع. الوتر بعمل ايه؟ بجمع. الوتر بنعمل ايه؟ بنجمع. وتكتب على الآلة وهتلاقي الناتج طلع 10. طبعا ال10 دي جت ازاي؟ 6 و8 هيبقوا كام؟ قال لي 6 و8 يا مستر لما نيجي نربعهم هيعملوا 100، فجذر ال 100 بيكون 10. برافو عليك. يلا واحدة كمان. هنا المرة دي عايز الاي بي. الوتر اهو قدام الزاوية القايم، الوتر موجود. يبقى انا المرة دي عايز ايه؟ قال لي المرة دي انت عايز ضلع. يبقى كده اي بي هتساوي، هفتح جذر كبير، هكتب مين الاول؟ هكتب الاربعة ولا الخمسة؟ قال لي تكتب الرقم الكبير الاول. يبقى كده 5 تربيع ناقص، عشان بنطرح 4 تربيع. حلو الكلام. على الآلة بقى 5 في 5 ب 25 و4 في 4 في 16 طرحهم 9، جذر التسعة كام؟ 3. سهلة ومستخدمة عندنا في درسين اسمهم حساب المثلثات، كلهم بيتكلموا عن الراجل ده مع توسع أكبر، فلازم نعرف نحلها. طيب خش على اللي بعدها يا بطل. هنا المرة دي ايه؟ قال لي الوتر موجود. طب انت المرة دي هتعمل ايه؟ قال لي المرة دي هجيب ضلع. يبقى سي بي هتساوي الجذر الكبير بتاعي وبعدين الرقم الكبير الاول، يبقى 25 تربيع ناقص 15 تربيع. على الآلة الجميلة بتاعتنا هتلاقي الناتج طلع كام؟ 20. لذيذة صح. خلاص. طيب تعالى نصعب الموضوع شويه ونحط مثلثين جوه بعض كده ونلخبط الناس، عشان الناس اول لما بتشوف ان في مثلثين جنب بعض كده بيحولوا بيتجننوا. لا يا عم عادي، ده مثلث وده مثلث، بس بدل ما كنت من شويه بطلب مطلوب واحد، قال لي هنا هطلب كام مطلوب؟ قال لي هنا هطلب 2. طيب ادي 7 24، يبقى لازم الاول اروح جايب الراجل ده، الحاج ده الاول اجيبه، ده الوتر. يبقى هنشتغل في المثلث اي بي سي الاول. هجيب منه ايه؟ قال لي هجيب منه الاي سي. يبقى الاي سي هتساوي جذر كام؟ ده وتر هنجمع، يبقى 7 تربيع زائد 24 تربيع. هلاقي الناتج طلع 25 اهو. كده انت جبت الضلع الاولاني اللي هو اي سي. بعد ما جبنا ال 25 بقى ال 25 في المثلث الثاني بقت وتر. المره دي انا عايز اجيب الدي سي. هنا الدي سي في المثلث الثاني قال لي هتكون ضلع، فالمره دي هعمل ايه؟ قال لي المره دي هطرح، فهكتب مين الاول؟ قال لي هكتب ال 25 الاول ناقص ال 15 على الآلة اللذيذة بتاعتنا والجميلة بتاعتنا، هلاقي الناتج طلع كام؟ 20. يبقى هنا يا بطل أنا بدأت بالقصة الأولانية. هم مثلثين يعتبر مطلوبين. في المطلوب الأولاني في المثلث الأولاني حضرتك استخدمنا وجبنا الوتر، ماشي. في المثلث الثاني حضرتك استخدمنا وجبنا الضلع. يبقى المثلث الاولاني جبنا الوتر والمثلث الثاني جبنا الضلع، يبقى هنا معايا وتر هنا معايا ضلع، هنا معايا وتر هنا معايا ضلع. الله يرضى عليك ركز لي، الله يرضى عليك والنبي انا راجل كبير في السن استحملني، عايزين نعمل الكلام ده.
حر بقى. ها يلا واحده تاني. هنا المره دي بقى انا عايز السي بي وعايز مساحه المستطيل اي بي سي. يا لهوي يا مستر، ده انا مش حافظ المساحات. لا وانا نسيك بعد شويه يا باشا مديك المساحات. لا انا مش سايبك، انا لمم لك كل حاجه انت ممكن تفكر فيها. عيب عليك، انا زميلك وحافظك. يبقى الاول هشتغل في المثلث A B C، هجيب منه الضلع اللي فاضل ده ضلع يا مستر. يبقى هنعمل ايه؟ هنطرح. يبقى جذر مين الاول؟ التمانية الاول تربيع ناقص الستة تربيع. على الآلة على ما اظن هيطلعوا 2 جذر 7 على ما اظن، مش فاكر يعني، لو حد هعملها بعملها تاني. المهم طلع الضلع 2 جذر ايه 7. دلوقتي الشبح اللي حافظ السؤال قال لك انا عايز مساحة المستطيل. فسيادتك وانت بتحل مساحة المستطيل لازم تكون حافظ لي القانون، والقانون بتاع مساحة المستطيل بيكون ايه؟ الطول في العرض. مش حافظ مساحة المستطيل يبقى تبكي في الزاوية على جنب بقى، تقعد هنا في الزاوية وتبكي على جنب. مش هنجري وراك عشان نحفظك يعني. فهنا الطول بكام؟ قال لي الطول ب6 في العرض بكام؟ قال لي العرض اللي انا لسه جايبه اللي هو 2 جذر ايه 7. اضرب الاثنين في بعض، 6 في 2 قال لي ب 12 جذر 7. هيفضل كده. هي دي مساحة المستطيل. يعني انت دخلت مساحة المستطيل مع فيثاغورس. والله هدخل المساحة مع فيثاغورس، هدخل المحيط مع فيثاغورس، هدخل حاجة اسمها النسب المثلثية مع فيثاغورس. فكده فيثاغورس ايه؟ مهم مهم مهم. مش هقول تاني. خلاص يا معلم، خلاص يا صاحبي. خش على اللي بعدها. هنا عايز خد رفع، عايز طول البي دي، عايز الحته دي كده. يبقى لازم نجيب دي. عادي جدا، ما هم مثلثين يا صاحبي. يبقى نشتغل على المثلث الاولاني اللي هو قايم في بي. هنجيب الضلع اي بي بنظريه مين؟ قال لي بنظريه فيثاغورس برضه. حلو، ده ضلع. يبقى هنطرح 15 تربيع ناقص 9 تربيع. حلو حلو. هلاقي الناتج على الآلة طلع ل 12. يبقى الحتة دي طلعت 12. نروح بقى للمثلث الثاني، هنجيب منه البي دي. ده برضو ايه؟ ضلع. يبقى هنعمل ايه في الضلع؟ بنطرح. يبقى بي دي هتساوي جذر، هنطرح برضو. يبقى نبدأ بال 13 تربيع ناقص ال 12 تربيع. هلاقي الناتج عشان مش عارف ايه كده راح فين وجاي منين. كام؟ المهم هتطلع رقم يعني 13 169 ناقص 100 تطلع 6 أو 9. نحسبها مع بعض على الآلة. دعنا نحسب سوا يا شباب. عشان كده انا ايه دماغي بتقول لي ايه انت فصلت. فاول ما نحس ان دماغنا فصلت بنعمل ايه؟ بنقفل الفيديو زي ما انا دماغي فصلت دلوقتي، ومش خلاص مش هحسب انا القصه ديت. اهو 13 تربيع، حتى الآلة مش عايزه تكتب. 13 تربيع ناقص 12 تربيع، الناتج طلع برافو عليكم 5. برضو نتأكد من الرقم دوت. وي ايه صح، ايه برافو. مهم. وده جده مين؟ فيثاغورس. خش يا صاحبي على اللي بعدها. جده ده كان ليه اخ. الاخ ده اسمه مين؟ قال لي الاخ ده اسمه اقليدس. ما بحبش اقليدس بس معلش لازم تحبها يا قلبي. معلش يا قلبي، معلش يا قلبي، في تأسيس، في حاجات حلوه لازم نخلصها. اقليدس بقى، اقليدس ده لازم نشتغل عليه. اقليدس بيسأل على ايه؟ قال لي بيسأل على الضلع ده او الضلع ده، او بيسأل على المتوسط، او بيسأل على القاعده كلها، وده ممكن استخدمها في فيثاغورس اصلا. او بيسأل على الجزء، او بيسأل على الجزء، ودي جزء من ايه؟ قال لي جزء من القاعده. فواحد 2 3 1 2 والتالتة دي.
فهنا هنحفظها بشويه قوانين. دلوقتي يا صاحبي لو انا عايز اجيب الضلع وهدربك عليها، قال لي هيبقى الضلع هيساوي، هتاخد جزء من القاعده وتضربها في القاعده كلها، يبقى جزء في كل. يبقى هنا الضلع هيساوي ايه؟ جزء في كل. طيب لو انا بقى عايز اجيب المتوسط، قال لي المتوسط ده هيكون ليه حاجتين، لا اما يا صاحبي الضلع في الضلع على القاعده، وعلى حسب طبعا السؤال، لا اما هتقول لي جزء في جزء تحت الجذر. يبقى لا اما ضلع في ضلع على قاعده، لا اما جزء في جزء تحت الجذر. كلام سليم. اخر حاجه لو انا طالب من سيادتك جزء من القاعده، فجزء من القاعده بقى هتروح عامل ايه؟ قال لي جزء من القاعده هتروح واخد الضلع اللي جنب الجزء اللي انت عايزه وتضربه في نفسه مرتين وتقسمه على القاعده كلها. مش فاهم حاجه، دي شويه قوانين وبرضه قلناها في حصه الكورس اللي موجوده في السنتر واتدربنا عليها. طيب يبقى انا كده لو عايز الضلع هيبقى جزء في كل تحت الجذر، لو انا عايز المتوسط هيبقى ضلع في ضلع على القاعده، لو انا عايز المتوسط هيبقى فيه قانون تاني اللي هو جزء في جزء تحت الجذر، ولو انا عايز اجيب جزء من القاعده قال لي هيبقى الضلع تربيع على القاعده كلها. وهي دي القصه اللي احنا نشتغل عليها. طيب نبدا يا عم، نسمي الله ونشوف احنا هنجيب ايه. قال لي هنا هنجيب الثلاثه، هنجيب الضلع الاولاني اي بي، وهنجيب الضلع الثاني اللي هو اي سي، وهنجيب الضلع الثالث اللي هو اي دي، يعني ضلعين ومتوسط. واحده واحده. هنبدا بالضلع الاولاني اللي هو اسمه اي بي. احنا قلنا قانون الضلع هيبقى ايه؟ جزء، فانا هشتغل على ده، يبقى اخد الجزء في الكل. الكل اللي هي يا صاحبي اللي هي ال9 وال16 تروح جامعهم يبقوا 25، دي كده الكل. والجزء اللي هو الحته دي بس، يبقى كده احنا هنقول 9 في 25، والناتج اللي يطلع مع سيادتك هتلاقي الناتج طلع 15. بين اول واحده طلعت 15. ده بيركز، انا قلت جزء يبقى انا باخد الجزء من عند الضلع اللي هو من بي دي بي دي اسمها جزء، والكل يعني اجمع دول. طب ال 25 جت منين؟ 9 زائد 15. طيب كده انا جبت الضلع الاولاني. طب لو انا عايز اجيب الضلع الثاني اللي هو اسمه اي سي، انا دلوقتي عايز اجيب الضلع الثاني اللي هو اي سي، قال يبقى نفس الكلام، هاخد جزء في كل اهو، ده الجزء المره دي. طب الجزء المره دي كام؟ قال لي الجزء المره دي 16. طب الكل هو نفس القصه، الكل اللي هو كام؟ 25. اروح ضارب الاثنين دول مع بعض، قال لي الناتج هيطلع 20. يبقى هنا الناتج طلع كام؟ 20. يبقى احنا بنحدد الجزء على حسب اللي احنا واقفين. يعني انا مثلا انا عايز الضلع ده، يبقى الجزء يبدا من هنا. طب انا عايز الضلع ده، يبقى الجزء يبدا من هنا. يبقى على حسب الضلع انت بتحدد الجزء هيبدا ازاي. حلو. لو انا عايز بقى اللي في النص، خلاص اللي في النص دي سهله وكله هيعرف يجيبها، اللي هي بتكون مش احنا مش عايزين دوت. هنا بقى بيكون الجزئيه اللي هي الاخيره، اللي هو انت لو عايز تجيب الاي دي ده المتوسط، هناخد جزء في جزء تحت الجذر اللي هو 16 في 9، هلاقي الناتج طلع كام؟ 12. يبقى احنا كده جبنا الضلعين وجبنا كمان المتوسط. صدقني سهله سهله سهله، بس احفظ فيها القوانين بتاعتها وهتلاقي الموضوع سهل قوي. كمان واحده يا صاحبي، كمان واحده عشان تثبت معاك. عايز برضو ضلعين وعايز الزاويه، كمان واحده عشان تثبت معاك اهو، كمان واحده عشان تثبت معاك. يلا ابدا قول معايا بقى، او وقف الفيديو وحلها انت لوحدك الاول. اي بي، تعالى بقى، ها جزء في كل. مستر جزء في كل يعني كام يا مستر؟ قال لي يعني 4
في الكل اللي هو كام؟ 4 و9 كام؟ 13. يبقى 4 في 13. 4 اللي هي 4 زائد 9 كام؟ 13. هنا الكل ده اللي احنا جمعنا دول 13. نجيب الآلة بتاعتنا ونطلع الرقم بتاعها. حلو. تعال نشوف الرقم بتاعها يبقى كام. اهو يا عم، جذر 4 في 13. قال الناتج بتاعها 2 جذر 13. سهلة يا مستر، سهلة يا مستر. نروح نجيب الضلع التاني اللي هو اسمه AC. نفس الكلام، جزء في كل. هنا المرة دي الجزء هيبدأ من هنا، يبقى من 9 في 13 اللي هو الكل. يبقى نفس الكلام، اهو دي جذر 9 في 13 اللي هتبقى 3 جذر 13. حلو. ولو انا عايز اجيب بقى اللي هي الجزئيه الاخيره اللي هو المتوسط، هيبقى جزء في جزء، ودي الاسهل اللي موجوده، وينفع برضو الاثنين هيطلعوا نفس الرقم. 9 في 4 قال لي 9 في 4 ب 36 جذرها اللي هو كام؟ 6. اقليدس والله لو انت حفظت فيه القوانين صدقني الموضوع بيبقى سهل. يعني هو قصه اقليدس حاجه واحده بس، انك تكون حافظ القوانين بتاعته. خلاص انت مجرد ما انت حفظت القوانين بتاعته خلاص انت بتعرف تحلها والدنيا معاك كويسه جدا جدا جدا. ما حفظتش القوانين بتاعته بتلاقي الدنيا معاك وحشه. خلاص يلا يا عم. هنا بقى، هنا عايز مين؟ قال انا عايز دي بي. هنا المره دي عايز جزء من القاعده. فاكر القانون بتاع جزء من القاعده؟ قلنا الضلع تربيع. بص الضلع ايه؟ اللي هو الضلع اللي جنب الجزء. يبقى كده لما اجيب الدي بي هتساوي الجزء تربيع. مين الجزء؟ قال لي الجزء ماشي، الضلع تربيع اللي هو 15 تربيع. مستر وانا احدد الضلع ازاي؟ على حسب الجزء. انت قلت دي بي يبقى الضلع ده، لو انت عايز سي دي يبقى الضلع ده. حلو. على القاعده كلها اللي هي 25 وتقسم الاثنين مع بعض وشوف الناتج هيطلع لك كام. هتلاقي الموضوع سهل، وقصه اقليدس ما فيهاش اي حاجه خالص خالص خالص. بعد كده يا عم بيقول لك الحاجه مهمه بقى نستخدمها السنه دي. بين نوع المثلث. هيجيب لك سؤال ويقول لك انا عايز اعرف هو المثلث ده هو حاد ولا منفرج ولا قائم. يعني انا معايا 3 انواع للمثلث. هل المثلث بتاعي ده حاد؟ هل المثلث بتاعي ده قائم؟ هل المثلث بتاعي ده منفرج؟ يعني انا المثلث بتاعي ده هيكون حاد ولا هيكون منفرج ولا هيكون قائم؟ حلو. قال لي ده 3 حاجات هتستخدمهم، ليه 3 انواع. هنا هتمسك اكبر ضلع وتضربه في نفسه مرتين، وتمسك مجموع الضلعين وتضربهم في نفسهم مرتين وتجمعهم. نفس الكلام هنا، اكبر ضلع هتضربه في نفسه كم مرة؟ مرتين. ونفس الكلام هنا، وتروح ماسك الضلعين تضربهم في نفسهم مرتين وتجمعهم. معلش نعملها مرة كمان. نفس الكلام هنا، وهقول لك الفرق ما بين الثلاثة. ونفس الكلام هنا، مجموع الضلعين اهو نفس القصة. ايه الفرق بقى ما بين الثلاثة؟ تعال اقول لك فرق ما بين الثلاثة. اكبر ضلع لما بيكون اصغر من مجموع الضلعين بنعرف ان المثلث حاد، وبعد التربيع لازم تحفظها كده. اما اكبر ضلع لما بيساوي مجموع الضلعين بنعرف ان هو مثلث قائم. اما هنا لما بيكون اكبر ضلع اكبر من مجموع الضلعين بعد التربيع بنعرف ان هو المثلث ايه؟ منفرج. يبقى نحفظها كده. لو انا عايز احفظ الحاد، اكبر ضلع
أصغر من مجموع الضلعين بعد التربيع. طب لو عايز أعرف إن هو مثلث قائم، قال لي أكبر ضلع بيساوي مجموع الضلعين بعد التربيع. طب لو عايز أعرف إن هو مثلث منفرج، قال لي أكبر ضلع أكبر من مجموع الضلعين بعد التربيع. يبقى كده الضلع الكبير في الحاد أصغر في القائم بيساوي في المنفرج أكبر. يبقى تاني، الضلع الكبير في الحاد أصغر في القائم بيساوي في المنفرج أكبر. حافظهم؟ تعرف تحل. مش حافظهم تبكي في الزاوية على جنب. بالله عليك جزئية الحفظ احفظها. يعني هنا الراجل بيقول لي باين أنواع المثلث ومديني 3 أرقام، فلازم أطبق القانون. 3 أرقام، مين أكبر ضلع عندي؟ قال لي 10. يبقى أمسك 10 أضربها بنفسها مرتين، عملوا كام؟ قال لي عملوا 100. أمسك الضلعين التانيين اللي هي 8 تربيع زائد 6 تربيع، أضربها في نفسها مرتين برضو عملوا 100. هنا أكبر ضلع بيساوي مجموع الضلعين. طالما أكبر ضلع بيساوي مجموع الضلعين يبقى من غير ما أفكر هيكون مثلث قائم. يبقى تاني، لما بيكون الضلع الأكبر بيساوي مجموع الضلعين بعد التربيع بيكون المثلث قائم. احفظها كده كأنك بتغني راب. لما الضلع الأكبر بيساوي مجموع الضلعين بعد التربيع يبقى المثلث قائم كده على طول. لما الضلع الأكبر بيساوي مجموع الضلعين بعد التربيع يبقى المثلث قائم. مش هقولها تاني. حافظ يا صاحبي هتحل، مش حافظ تبكي في الزاوية على جنب، عشان بعد كده ما ترجعش تعيط وتقول أنا ما بعرفش أحل الرياضة ليه. أنت السبب في الحوار. خش على اللي بعدها. مين أكبر ضلع يا صاحبي؟ قال لي أكبر ضلع 9. يبقى نمسك 9 اضربها في نفسها مرتين 81. الضلعين التانيين قال لي 7 تربيع زائد 5 تربيع. 7 في 7 ب49، 5 في 5 ب25. اجمع الاثنين مع بعض، قال لي هنا 49 وهنا 25، قول 50 يبقى 74. اهو 74. مين الكبير؟ قال لي الضلع الكبير هو الكبير. الضلع الكبير هو الكبير، والله هو الكبير. يبقى المثلث منفرج، يبقى المثلث منفرج، يبقى المثلث منفرج. يبقى لما الضلع الكبير يبقى كبير يبقى المثلث منفرج. لما الضلع الكبير يبقى كبير يبقى المثلث منفرج، يبقى المثلث منفرج، يبقى المثلث منفرج. طب يا عم خش على اللي بعدها. مين الضلع الكبير؟ قال لي 8. يبقى نمسك 8 نضربها في نفسها مرتين، 8 في 8 قال لي ب64. نمسك الضلعين التانيين، 7 في 7 ب49 زائد 6 في 6 ب36، كده 50 يبقوا 85. حلو. هنا بقى الضلع الكبير صغير، الضلع الكبير صغير. قال لي لما يكون الضلع الكبير صغير يبقى المثلث حاد. يبقى نحفظها كده، لما الضلع الكبير بيساوي يبقى المثلث قائم. لما الضلع الكبير بيكون كبير يبقى المثلث منفرج. لما الضلع الكبير بيكون صغير يبقى المثلث حاد، يبقى المثلث حاد. واوعى تنسى التربيع. يا رب نذاكر. طيب نروح لجزئيه كمان يا عم اسمها متوسطات المثلث. احنا كده اوعى تفصل مني، فصلت مني وريح شويه وتعالى لي. اوعى تفصل مني، اوعى تفصل مني. محاضره كبيره. متوسطات المثلث. هو يعني ايه كلمه اصلا متوسط المثلث؟ يعني ايه كلمه متوسط المثلث؟ تعال اقول لك يعني ايه كلمه متوسط المثلث. قال لي متوسط المثلث هو المستقيم المرسوم من الرأس إلى منتصف القاعدة.
يبقى متوسط المثلث هو المستقيم المرسوم من الرأس إلى منتصف القاعدة. وبيعمل ايه؟ بينصف رأسه ينصف قاعدة، بعدين يعني نعرف. يبقى تاني، يعني ايه المستقيم المرسوم؟ قال لي يعني ايه متوسط المثلث؟ قال لي المستقيم المرسوم من الرأس إلى منتصف القاعدة، وبيقسموا من جهة الرأس 2 إلى 1، ومن جهة يعني دي رأس ودي قاعدة، فبيقسموا من جهة الرأس بنسبة 2 إلى 1، ومن جهة القاعدة بنسبة 1 إلى 2 أهو. ويقسموا، ودي كنا بنقول عليها نظرية، ويقسموا من جهة الرأس بنسبة 2 إلى 1. بنسبة كام؟ 2 أهو إلى 1. ومن جهة القاعدة بنسبة 1 إلى 2. وبرضه كان معاك نظريا ان متوسطات المثلث جميعا تتقاطع في نقطة واحدة، والمتوسطات تتقاطع جميعا في نقطة واحدة. ودول كانوا شوية نظريات كده، فاحنا كده عرفنا كلمة متوسطات المثلث. يبقى متوسط المثلث يا صاحبي هو المستقيم اللي بيوصل ما بين الرأس لمنتصف القاعدة، وبيقسمه من جهة الرأس بنسبة 2 إلى 1، ومن جهة القاعدة بنسبة إلى 1 إلى 2. وعرفنا أن متوسطات المثلث كلها بتتجمع في نقطة واحدة. أهم قاعدة بقى من ناحية متوسطات المثلث واللي احنا عايزينها، إن أنا لما ألاقي في مثلث قائم زاوية 30، إيه اللي هستفاده؟ قال لي أول لما بنلاقي إن في زاوية 30 عندنا قاعدة بتقول إيه؟ أن الضلع المقابل للزاوية 30 ماله؟ قال لي بيساوي نص الوتر. يعني لو الوتر ده 10 يبقى اللي هنا دي كام؟ 5. لو الوتر هنا 8 يبقى اللي هنا كام؟ 4. يبقى كانت القاعدة بتقول إيه؟ قال لي القاعدة كانت بتقول كده، أن الضلع المقابل للزاوية 30 اللي تساوي نصف طول الوتر. يبقى الضلع المقابل للزاوية 30 بتساوي نص طول الوتر. تاني، الضلع المقابل للزاوية 30 بتساوي نص طول الوتر. مهمة جدا دي وبنستخدمها في مسائل كتير جدا. اهو اوجد محيط المثلث ABD. عايز محيط المثلث ABD يعني هو عايز محيط المثلث ده، فلازم نجيب له الاضلاع بتاعته الاول. اول حاجه انا معايا زاويه 30، فالضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر، فالوتر 12 يبقى الضلع ده ب6. حلو. عندي متوسط خارج من الزاويه القايمه، فالمتوسط اللي بيخرج من الزاويه القايمه بيساوي نص طول الوتر، فدي 12 تبقى دي 6. طبعا هو عامل لك ان الضلع ده نفس الضلع ده، فدي كلها 12 يبقى دي 6 ودي كام؟ 6. وادي الحكايه كلها. واحده واحده كده. تاني هنعمل ايه؟ اول معلومه يا مستر، انا معايا ان قياس زاويه السي بتساوي 30. ماشي، هتستفاد ايه؟ قال لي هستفاد ان الضلع المقابل للزاويه 30 اللي هو اسمه AB. قال لي ماله؟ قال لي هيساوي نص الوتر اللي هو اسمه AC. يعني حضرتك كده هتساوي نص في 12 هتساوي 6. يبقى ده اول ضلع من محيط المثلث اللي انا محتاج اجيبه. معايا زاويه ب30 يبقى الضلع اللي قدامها ب60. حلو. معايا مستر برضو ان الدي بي ده عباره عن متوسط في المثلث القائم. طب هتستفاد ايه من المتوسط؟ قال لي المتوسط المرسوم او الخارج من راس الزاويه القائمه بيساوي نص الوتر، فكده الدي بي هيساوي نص الاي سي برضو، فكده حضرتك هيساوي نص في 12، فالكلام برضو على 6. طب والله كلام سليم. يبقى انا معايا معلومتين حلوين قوي.
ان انا معايا زاويه 30 يبقى الضلع اللي قدامها بيساوي نص الوتر، ومعايا متوسط، فحضرتك المتوسط اللي بيخرج من الزاويه القايمه بيساوي نص الوتر. وهو مزود لك معلومه وقايل لك ان الاي دي بتساوي السي دي، فكده حضرتك تاخد ال 12 وتروح قاسمها على الاثنين، فكل واحده فيهم هتطلع كام؟ 6. فكده انت عملت ايه؟ انت جبت كل ضلع من المثلث. كده حضرتك تروح قايل له ان محيط المثلث ABD، تروح جامع بقى الاضلاع كلها 6 زائد 6 زائد 6، هتبقى الاجابه 18. يبقى السؤال ده حلو قوي، بيراجع لي على الزاويه 30، والضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر، وبيفكرني كمان ان المتوسط اللي بيخرج من الزاويه القايمه بيساوي نص طول الوتر، وبيفكرني كمان ان لما بيكون معايا ضلع مقسوم فانا بقسم الرقم على 2، ف12 على 2 فيها الستة من غير ما افكر. سؤال لذيذ قوي. طيب المنهج بتاعك بادئ بحاجه اسمها تشابه، فاحنا هناخد فكره بس صغيره عنه. احنا عشان يحصل تشابه فهنبقى محتاجين حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الاضلاع المتناظره، يعني اللي قصاد بعض يا شباب، مالها؟ اللي تكون متساويه. الاضلاع المتناظره تكون متناسبه. يعني ايه كلمه متناسبه؟ يعني هتكون مش قد بعض، وهنعرف الكلام ده في المنهج بشكل اوسع. وعندي من شروط التشابه تاني ان الزوايا المتناظره هي بقى المره دي اللي هتكون متساويه. فهنا هيكون ان الاضلاع المتناظره متناسبه، وهنا هتكون ان الزوايا المتناظره متساويه. وكده بشكل كبير قوي انت رجعت له على القصه كلها بتاعه التشابه والقصه دي كلها. دي اللي هنتعرف عليها في المنهج بشكل توسع اكبر بكتير جدا. هنأجل السؤالين دول وهنخليهم في المنهج بتاعنا، مش محتاجينهم دلوقتي، ونروح نراجع على ايه الاشكال الرباعيه. تعالى نمسك شكل وبنعرف الاشكال بتتكلم عن ايه. الشكل الاولاني بكلمك عن متوازي الاضلاع. ده متوازي الاضلاع A B C D. خواصه ان كل ضلعان متقابلان متوازيان متساويان في الطول. فخلاص انا عارف ان الاي دي بتساوي السي بي، وعارف ان الاي بي هي الدي سي بنفس الارقام. ماشي. وان كل زاويتين قصاد بعض متساويتان. فكده نفس الكلام، ان قياس زاويه الاي اللي في وشها قياس زاويه السي فيكونوا زي بعض. ان قياس الزاويه دي في وشها الزاويه ديت اهي، ان قياس زاويه السي الاي بتساوي السي، وان قياس زاويه الدي بتساوي قياس زاويه البي. فكده كل زاويتين قصاد بعض بيساووا بعض. نفس الكلام ان كل زاويتين جنب بعض، يعني الاي زائد قياس زاويه البي هتلاقيهم عملوا 180. ولو جمعت قياس زاويه الدي زائد قياس زاويه السي هتلاقي برضه عملوا 180. ولو خدت السي مع البي عملوا 180، ولو خدت الاي مع الدي عملوا 180. فكل زاويتين قصاد بعض هنا في المتوازي الاضلاع هتلاقيهم بيعملوا 180. يبقى من خواص متوازي الاضلاع ان كل ضلعين قصاد بعض مالهم متوازيان، يعني قد بعض، متوازيان وبيكونوا متساويان في الطول. ان كل زاويتين قصاد بعض بيكونوا قد بعض.
ان كل زاويتين جنب بعض بيعملوا كام؟ 180. بعد كده القطران هنا بينصف كل منهما الآخر بس غير متساويان. يبقى آخر حاجة القطران ينصف كل منهما الآخر وغير متساويان. أهو مش قد بعض. يبقى القطران ينصف كل منهم الآخر وغير متساوي. لازم تكون حافظ لي كل القصة دي. وطبعا المحيط مجموع أطوال أضلاعه، والمساحة هنا بتساوي اللي هو طول القاعدة في الارتفاع. طيب نروح للشكل الثاني المعين. تعال نتعرف على المعين، الحاجات المهمة اللي هنستخدمها. ادي شكل المعين A B C D. ده شكل المعين. في المعين خواصه صديقي ان الاربع اضلاع بتوعه متساويه. فحضرتك هنا الاي بي هي البي سي، هي السي دي، هي الدي اي، كلهم بيكونوا قد بعض. طيب بعد ما قلنا الاربع اضلاع متساويه تعالى بقى نقول والقطران. نشوف القطرين. هنا القطرين ان الاي بي الاي سي لا يساوي البي دي، ولكن متعامدان. يعني حضرتك هنا هيبقوا في زاويه قايمه عادي ماشي، وبينصف كل منهم الاخر عادي جدا برضه اهو. يعني ينصف كل منهم الاخر بس الموضوع عادي جدا ماشي يا عم. طيب بعد كده الاربع اضلاع بتوعهم متساويه. الزوايا اهم حاجه بقى هنا ان القطران كل قطر قال لي القطران تنصف زوايا. كل قطر يا صاحبي من دول بيقسم الزاويه هنا نصين، يعني الحته دي قد الحته دي، والحته دي قد الحته دي، والحته دي قد الحته دي، وهكذا. دي اهم واحده ان القطران بتنصف زوايا. والمساحه والمحيط طبعا هنحفظهم فيما بعد. ماشي. نروح للشكل اللي بعده وهو المستطيل. طبعا المتوازي والمعين. المستطيل مهمين جدا، والمربع. المستطيل ده شكل المستطيل بتاعنا A B C D. في المستطيل قال لي هيكون هنا كل ضلعين مالهم؟ قال لي متوازيان. كل ضلعين متوازيان ومتساويان في الطول. فكده حضرتك هيبقى ال AD بتساوي ال CB، وال AB بتساوي ال DC. حلو. والاربع زوايا بتوعه بيكونوا قوائم. اللي هو الاربع زوايا قوائم يعني بتساوي 90. قال لي والقطران ينصف كل منهما الآخر ومتساويان. والقطران ينصف كل منهما الآخر ومتساويان. وبعد كده برضه بتحفظ لي المحيط والايه والمساحة، ودول سهلين انت هتلاقيهم مكتوبين في الملزمة عندك وخلاص. اخر حاجة معانا في الحصة وهي شكل المربع. المربع دوت اللي هو خليط من كل اللي احنا قلناه. واخر حاجة معانا ايه؟ بنتكلم عن المربع. تمام. اللي هو ايه؟
B C D. في المربع يا صاحبي الأربع أضلاع برضو متساوية، الأربع زوايا بتكون قوائم، القطران ينصف كل منهما الآخر ومتعامدان. يبقى كده المربع ادي الاربع اضلاع متساويه، اي بي بتساوي بي سي بتساوي سي دي بتساوي دي اي، والقطران بيساووا بعض يعني اي سي بتساوي البي دي، وينصف كل منهما يعني كلهم قد بعض، ومتعامدان اهو ومتعامدان وكمان وتنصف زوايا، والأربع زوايا قوائم. تمام. وبكده يا شباب بنكون خلصنا الحصة الثانية في الكورس. ده كده يا شباب خلاص خلصنا الحمد لله الحصة الثانية في الكورس. كانت حصة طويلة شوية بس قدرنا نراجع فيها على كل الأفكار اللي احنا محتاجينها، قدرنا نشوف التأسيسات اللي انت محتاجها إن شاء الله. نستعد بقى لبداية قوية وهي بداية المنهج بتاعنا بتقسيمتنا المعتادة بشغلنا المعتاد بشغل محمد بدر الخاص. وافتكر دايما ان الرياضة مع محمد بدر غير أي حد. السلام عليكم.